الفيديو ده لكل شخص قلبه مهموم. 8 نصايح علشان تعرف ترجع لحياتك تاني. من أهم وسائل التغلب على الحزن هو تعزيز الطاقة الإيمانية عندنا، ونؤمن إن كل حاجة قدر. رقم 2 الأمل. خليك عارف إن الألم اللي انت حاسه ده تمهيد لخير جاي يعوضك عن الألم اللي انت حاسه. رقم 3 الصبر. ما تستناش يتغير الحال بين يوم وليلة. رقم 4 مقياس الحزن. معدل الحزن بيقل تدريجيا مع الوقت، عشان كده لازم نثبت ونعرف انها فترة وهتعدي. رقم 5 اتكلم. الكلام مع حد قريب منك هيسمح لك تتخلص من الطاقة السلبية اللي جواك. رقم 6 اكتب. انك تكتب مشاعرك في شكل يوميات هيساعد عقلك انه يفرغ الحزن. سابع حاجة الرياضة، هتساعدك ان انت تفرغ الطاقة السلبية وتستعيد نشاطك وتركز في حياتك. تامن حاجة والاخيرة هي المساعدة الطبية. لو استمر الحزن اكتر من 6 اسابيع من غير اي تحسن، لازم تلجأ لطبيب نفسي يساعدك، قالهم الدكتور عبد الله العزيز آدم، اخصائي علم النفس السلوكي.